السلام عليكم البنات، صباح الخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. حبيت اليوم نشارك معكم طاولتي تاع اول يوم من رمضان تاع البارح يعني، وشي هما يعني الاكلات اللي حضرتهم. دونك تبعوا لا فيديو. اول حاجه بديت بها واللي هي شباح صفراء ولا طاجين العين تاني. كنت ديجا بارطاجيت معكم طريقه تاع كيفاش نحضروا شباح، وقلت لكم وعدتكم يعني باش نزيد نعد لكم طريقه كيفاش نحضروا لاصوص صحه وطريقه كامله. دونك اليوم راح نعد لكم كيفاش نحضروا لاصوص صحه، طريقه التزيين تاعها. دونك اول حاجه نحتاجوها واللي هي كعبه بصله صغيره، راح نحطوا فيها نشقوها يعني بهذاك القرنفل كما راكم تشوفوا. يعني دوروا عليها القرنفل كامل، يعني كميه كما تحبوا نتوما، على قد ما تكثروا على قد ما راح تكون خير. دونك راح نحطوها في هذا الطاجين. ويعني بيان سور البنات اذا كنتم ما يعني ما تعرفوش لا ما على بالكمش كيف نحضروا شباح، تقدروا ترجعوا لا فيديو راهو في القناه مازال محطوط، وتشوفوا كيفاش نحضروا شباح الطريقه تاعها. والطريقه تاعها هذيك هي الطريقه الاصليه. دوك تشوفوا من بعد كيفاش راح تجي النتيجه، الله يبارك ما استحل لكمش وراح تبقى كما راها. دونك راح نزيدو نحطو تاني كعبه بلوتو نحطو مغرف سمن ولا زبده واش يكون متوفر عندكم، وراح نزيدو نحطو تاني عود قرنفل، شويه ملح وشويه زعفران هكا باش يطلق لنا هذاك اللون المليح تاع الشباح. دونك راح نحطوهم يتقلاو. كي تشوفوهم باللي تقلاو ودابت الزبده، راح نزيدو نحطو عليهم شويه ما. الماء تقدروا تحطوا ماء عادي من العين يعني الماء تاع الحنفيه، ولا تقدروا تحطوا تاني الماء الدافئ، المهم ما يكونش ماء بارد برك. دونك نخليهم هكا كما قلت لكم لهنا يتقلاو مليح باش يطلقوا هذيك البنه تاعهم، ومن بعد راح نمرقوهم بالماء. دونك البنات اذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه تاعي، ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك وزر الاشتراك اذا كنتوا مش مشتركين، وتكملوا لا فيديو حتى الاخر هكا باش تستفيدوا وتديو الوصفات بكل. راني شاركت معكم الوصفات اللي كنت حضرتهم تاع اول نهار تاع رمضان بكل من الاول حتى الاخر. دونك فوالا كما قلت لكم لهنا راح نمرقوهم ونخليهم حتى تطلق البصله هذيك البنه تاعها. نرجعوا لهنا مع طاجين العين. عندنا لهنا كميه تاع الماء السخون، حطينا فيها هذيك الكميه تاع الزبيب اللي راح نحضروها، ونزيدو نحطو ثاني عليها كميه تاع المشيمشه. سا ديبون يعني كل واحد والكميه اللي راح يحضرها تاع النهار الاول. سا ديبون على عدد افراد العائله، يعني نتوما حطوا الكميه اللي تناسبكم والكميه اللي راح نطيبوها تاع اول النهار، ولا تقدروا مام كي تفضل لكم راح تخبيوها مش حتفسد لكم. راح نزيدو نحطو ثاني هذوك اللي روندال هذوك تاع الكيوي، يعني الفواكه المجففه. واللي هنا ثاني راح نحطو هذيك العين اللي كنا شريناها من برا، بيان سور في شويه تاع الماء سخون هكا باش لا كان ترقص هذاك اللون تاعها ما سلقوهناش من بعد كي نطيبوها. وفوالا هذه هي الشباح كما قلت لكم. اني مبارطاجيه معكم الوصفات تاعها، تقدروا ترجعوا تشوفوا لا فيديو بيان سور بعد ما تكملوا لا فيديو هذا. وعندنا ثاني كميه من اللوز، هذيك الكميه راح نقسموها على زوج، نص للشباح ونص للعين. فوالا لهنا كما قلت لكم راكم تشوفوا لهنا بلي راهي سي بون البصله. شوفوا كيفاش طلقت البنه تاعها وتبدل لونها، يعني سي بون لهنا. راح نطفيو عليها نصفيوها، نحيو هذيك البصله ونصفيو هذاك الماء على زوج خطرات باش يتنحاو منه هذوك الشوائب بكل ويتنحاو منه هذوك الزوائد كامل. راح نقسموا هذيك الكميه تاع الماء على زوج، زوج كيلات لهنا، زوج كيلات تاع هذاك الماء، ونزيدو معاهم كيلو سكر. هذه الكميه الاولى اللي نحضروا بها الشباح. دونك فوالا راح نخلطوهم مليح هكا باش نتاكدوا بلي راهم امتزجوا دوك المكونات، ونرجعوا للكميه الثانيه راح نزيدو نحطوا نفس الكميه، زوج كيلات من هذيك لاصوص اللي كنا حضرناها، وكيله من السكر، يعني زوج كيسان من هذيك لاصوص وكاس سكر كامل. فوالا كما قلت لكم هذيك نص الكميه راح نحضروا بها الشباح، ونص الاخر هذا راح نحضروا به طاجين العين ولا طاجين الحلو، كل واحد واش يسميه. فوالا لهنا كتشوفوا بلي راهي هذه الكميه الاولى اللي راح نحضروا فيها الشباح راهي بدات تغلى ونشفت شويه، يعني اختارت شويه. راح نتلوحوا الكعبات ولا الكميه تاع الشباح اللي نتوما حابين تحضروها، هذه تاع النهار الاول، ولا كما قلت لكم تقدروا كي تفضل لكم راح تخليوها، يعني تخبيوها مش حيصرى مش حيصرى لها اي حاجه، مش راح تفسد لكم. وبيان سور نزيدو نحطوا عليها كميه تاع العسل. ولهنا الكميه الاخرى تاع طاجين العين راح نحطوا هذوك المكونات كما قلت لكم، هذوك الفواكه الجافه راح نحطوا العين ثاني، وراح نخليوهم يختاروا يعني في عقلهم، وما نزربوهمش، يعني نخليهم على نار تكون هادئه. شوفوا كما قلت لكم الشباح راهي تقعد كما راها ما تستحلش معاكم. دونك لهنا كي تشوفوهم بداو هذه العين بدات تغلي المكونات تاعها، زيدوا حطوا لها نص كاس تاع العسل. ولهنا ثاني زيدوا حطوا معاها نص كاس من العسل ونص كاس من الماء ورد. وفوالا لهنا بالنسبه لهذاك اللوز اللي راح نزينو به، كنا حطينا شويه زبده تذوب في المقله، وراح نقليو هذاك اللوز شوفوا حتى يكتسب هذا اللون الذهبي تاعو. راح كما قلت لكم نحطوا هذاك الكميه تاع اللوز نقسموها على زوج، نص للعين ونص للشباح الصفراء.
فوالا هكا نخليهم حتى يختاروا وتكون نشبح والعين تاعنا صارت جاهزه. دوكا راح نمروا للجاري ولا الشوربه فري كيفاش راح نحضرها. يعني طريقه تاعها بزاف سهله، وكنت ديجا مديرت لكم فيديو بالتفصيل في القناه. راح نحطوا كميه من البصله، يعني كعبه بصله تكون متوسطه مرحيه. راح نحطوا تاني اللحم ولا الدجاج، كل واحد واش يحضر. وراح نحطوا تاني الكرافس، وبيان سور مع زوج مغارف ولا 3 مغارف تاع الزيت. لهنا تاني بالنسبه للتوابل تاع الجاري راح نحطوا غير الملح والفلفل الكحل. ما انا ما نشتيش نكثروا حنا، يعني في قسنطينه ما نطيبوش بزاف بالتوابل هادو. يعني ما عندناش هذيك تاع كل حاجه والتوابل تاعها. يعني براسك كلش نحطوا له غير الملح والفلفل الكحل، غير الحوايج اللي باينين هكاك نحطوا لهم، يعني التوابل تاعهم اللي باينين. راح نحطوهم يتقلاو على النار. ولهنا كي نشوفوهم بلي سي تقلاو، هذيك البصله دابت واللحم بدا يطيب والدجاج بدا يطيب تاني، راح نحطوا معاهم مغرف كبيره من طماطم مصبره، وما تكثروش يعني باش ما تجيكمش حامضه وما تضركمش في المصران. فوالا لهنا تاني نمرقوها بالماء السخون بيان سور، ونخليوها تزيد طيب في عقلها، ومن بعد نجيو نحطو الفريك. لهنا راح نمروا للكفته كيفاش حضرتها. عندي لهنا كميه من الزيت حطيته في الطاجين تاعي على نار هادئه حتى يسخن مليح. ونجي نحط هذا المرسو تاع الدجاج تاعي، نقلي به باش يطلق البنه تاعو. ما تحطوش ساع البصله، يعني هذا هو السر تاعها. حطوا ساع المرسو تاعكم تاع الدجاج يتقلى، وكي تشوفوه بلي راهو تقلى وبدا يكتسب في اللون تاعو هذاك، حطوا له هذيك الكميه تاع البصله، يعني نص كعبه مرحيه برك راح تكفيكم. فوالا كي تشوفوها لهنا بلي سي بون راهي البصله هذيك تقلات، تقدروا تحطوا التوابل اللي هي ملح وفلفل الكحل. كما قلت لكم حنا ما نخلطوش بزاف التوابل، ما نحطوش بزاف التوابل. يعني براسك هادو هما التوابل اللي نستخدموهم حنايا، ملح وفلفل الكحل. فوالا هكا باش ما يعني باش تطلق البنه تاعها خير وخير، وراح تجيكم البنه خير من انكم تحطوا البصله هي الاولى ومن بعد تزيدوا تحطوا الدجاج. يعني كما قلت لكم هذا سر من الاسرار نجاح الكفته. فوالا كي تشوفوا بلي سي بون راهي البصله هذيك تقلات مليح ويعني صاي سي بون دابت، زيدوا امرقوها بالماء السخون لهنا، وخليوها حتى تنشف بعقلها، ومن بعد زيدوا حطوا لها هذيك الكفته. فوالا لهنا بالنسبه للجاري سي بون لهنا راهو يعني بداو يطيبوا هذوك المكونات وبدا يغلى. حطيت له هذيك الكفته، وزدت حطيت ثاني هذاك الكربوطه فلفل الحار، وحطيت الفريك بعد ما غسلته بيان سور الكميه اللي نتوما تناسبكم. نرجعوا لهنا الكفته تاعنا كيفاش حين نزيدو نديروا لها. لهنا بعد ما تشوفوا بلي راهو هذاك الماء بدا يغلي، يعني لاصوص بدات تغلي وبدات تختار، زيدوا حطوا لها هذوك الكفته تاعكم وخليوها حتى طيب الكفته. وسي بون راهي الكفته صارت جاهزه. شوفوا كيفاش طريقه التقديم تاعها. راح نحطوا هذاك المرصوص تاع الدجاج في النص، ندوروا بهذيك الكفته، ونحطوا له بيان سور الدبشه والقارص ما نستغناوش عليه طبعا، راح يزيد لكم البنه اكثر واكثر. ولهنا البنات هذه هي الشباح تاعنا وطاجين العين تاني. شوفوا كما قلت لكم الله يبارك شباح قعدت كما راهي ما تحلتش، وقعدت كل الكعبه كما اختها. يعني ما عليكم غير تتبعوا هذه الوصفه بحذافيرها وبادق التفاصيل. كما قلت لكم ترجعوا لا فيديو اللي فات باش تشوفوا طريقه تحضير الشباح، وبيان سور تبقوا لا فيديو هذه. لهنا اخر حاجه حبيت نعتها لكم، واللي هي طاوله الافطار. يعني واش كنا حطينا فيها بيان سور عندنا هذاك الجاري نزينوه بالدبشه. ثاني سلطه ما كنت شاركتها معكم، يعني ما حبيتش نطول في الفيديو بزاف حوايج باينين. كما البوراك تاني، البوراك راهي عندي الوصفه تاعو في القناه تاني. كاين البوراك اللي بالبطاطا برك، وكاين البوراك اللي بالدجاج. يعني نتوما تقدروا تروحوا تشوفوا الوصفه اللي تناسبكم واللي تحبوا نتوما تطبقوها. بيان سور تاني مع هذيك الكفته ومع الكسره. بيان سور ما نساوش شباح والعين تاني. وكانت هذه طاوله الافطار تاع النهار الاول. ان شاء الله على طول رمضان حنشارك معكم الوصفات اللي نحضرهم، ولا نشارك معكم تاني طاوله الافطار تاع رمضان. نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه. ان شاء الله تكونوا خديتوا فكره يعني على الطاوله تاعي تاع رمضان باش تحضروهم مره اخرى. وصحه فطوركم اليوم. نتلاقاو في فيديو في القريب العاجل ان شاء الله. سلام.